السلام عليكم، عاملين ايه يا شباب؟ عارف ان الفيديو ده متأخر، بس ايه رأيكم في السطب الجديد؟ يعني ممكن اكلمك من هنا او من هنا او حتى وانا نايم. النهارده هنتكلم عن ظاهرة غريبة جدا، او ممكن تكون غريبة في مصر بس. ايه الحب؟ حبيبتي خدي. الحب من طرف واحد. يا ابن الورمة مستفز. خلي عندك دم، هي مش بتحبك خلاص بقى، وتلاقي واحد قاعد باصص على البيت 24 ساعة، ماشي حارسها في كل مكان. طب انت حد قالك انك بودجار؟ حبيبتي خدي. بص بقى، هحبك 4 سنين وهنرتبط، وبعدين مش هنتجوز. وهقول النصيب في مصر عامل زي تاكسي واقف تحت البيت، كل ما تنزل تلاقيه مش فاضي. حبيبتي خدي. المهرجانات والاغاني، انا نفسي اسمع اغنيه مش بتتكلم عن الحب او الخيانه، مستحيل. المهرجانات. كنتيني يا بنت الورمه. حبيبتي خدي. الريتش المصري، وده اكتر حاجه بتستغل الحب. لو اتنين الريتش عندهم واقع، هيعملوا ايه؟ وات، اكيد هيرتبطوا ببعض. حبيبتي خدي. واللي يقول لك مرتبط ب50 بنت ومش مقصر مع واحده، انت معاك فريق دعم يا ابني ولا فاتح كول سنتر؟ حبيبتي خدي. والأغرب من الحب نفسه، الولاد اللي بيرتبطوا ببنات أصغر منهم. يا سلام لو هو مخلص مدرسة، يلا يا حبيبتي نامي عشان عندك امتحان تربية دينية بكرة. حبيبتي خدي. هو الحب غريب جدا في مصر، بس برضه بحبه. حبيبتي خدي. وبكده تكون دي أغرب الحاجات اللي عارفها عن الحب. اكتب لنا في الكومنتات ايه أكتر موقف غريب عن الحب تعرفه، ولو ضحكت اعمل لايك وفولو، حبيبتي خدي. ولو ما ضحكتش اعتبر نفسك في علاقة حب من طرف واحد معاه.